عارف إيه أكتر حاجة بتخليك مختلف عن أي حد في الدنيا؟ شخصيتك. علم الشخصية ده فرع من علم النفس بيحاول يفهم إزاي إحنا بنفكر وبنشعر وبنتصرف. يعني ببساطة بيحاول يفهم ليه بتتصرف بالطريقة اللي بتتصرف بيها وليه في ناس بتتصرف عكسك. أول حاجة لازم تعرفها عن الشخصية هي السمات الشخصية. السمات دي زي الصفات اللي بتميزك عن غيرك. هل أنت هادي ولا عصبي؟ اجتماعي ولا منطوي؟ منظم ولا عفوي؟ في نموذج مشهور اسمه بيج فايف بيقسم السمات ل5 حاجات: حب التجربة openness، مدى حبك لتجربة حاجات جديدة أو الخيال. حد عنده حب تجربة عالي دايما بيحب يجرب أكلات غريبة، يسافر أماكن جديدة، ويقعد يرسم أو يكتب قصص صغيرة. لما الناس تقترح يعملوا حاجة مختلفة هو دايما أول واحد يقول يلا نجرب. أما اللي عنده انفتاح منخفض مش بيحب يجرب حاجة جديدة، بيرتاح في الروتين ويحب كل حاجة تكون متوقعة. الضمير consciousness، قد إيه أنت منظم ومسؤول. حد عنده ضمير عالي دايما بيعمل جدول يومي، مش بينسى مواعيده وبيخلص شغله في الوقت، حتى لو عنده مهمة صعبة مخطط لها قبلها، وما يسيبش حاجة للصدفة. أما اللي عنده ضمير منخفض دايما بينسى مواعيده وبيخلص شغله على السريع بدون ترتيب. الانبساطية extraversion، مدى حبك للتفاعل مع الناس والطاقة اللي عندك. حد عنده انبساطية عالية بيحب يكون دايما وسط الناس، يحكي ويضحك، يعمل نشاطات جماعية، ويحس بالطاقة لما يكون حوالين ناس كتير. أما اللي عنده انبساطية منخفضة انطوائي، بيرتاح لما يكون لوحده أو مع شخص واحد بس، ومش بيحب الحفلات الكبيرة. التوافق agreeableness، قد إيه أنت متعاون وطيب مع الناس. حد عنده توافق عالي دايما مستعد يساعد أي حد محتاج، يسمع للناس ويحاول يحل مشاكلهم. أما اللي عنده توافق منخفض بيحب كل حاجة تمشي حسب رأيه، ومش دايما بياخد باله من مشاعر الناس حواليه. العصبية neuroticism، مدى تأثر مشاعرك بسهولة أو التوتر اللي ممكن تحس بيه. حد عنده عصبية عالية لو حصل موقف بسيط زال أو اتوتر بسرعة ويفكر فيه كتير. أما اللي عنده عصبية منخفضة حتى لو حصل موقف صعب بيقدر يسيطر على أعصابه وما بيتوترش بسهولة. لما تعرف نفسك في ال5 حاجات دول هتعرف صفاتك الأساسية، وهتعرف كمان إزاي تتعامل مع الضغوط والناس اللي حواليك. نيجي بقى لأنماط الشخصية. في نظريات بتقسم الناس لأنواع معينة، زي النموذج MBTI اللي بيقسم الناس ل16 نوع. كل نوع عنده طريقة تفكير وسلوك مختلفة. في ناس بتحب التخطيط، وناس بتحب المغامرة، وناس بتحب العمل الفردي، وناس بتحب الشغل الجماعي. لو عرفت نوع شخصيتك هتعرف نفسك أكتر، وهتعرف كمان تتعامل مع الناس اللي حواليك بطريقة أسهل وأريح. بس خد بالك، الشخصية مش حاجة ثابتة 100%. البيئة اللي اتربيت فيها، الناس اللي حواليك، والخبرات اللي مريت بيها كلها بتشكل جزء من شخصيتك. يعني جزء منك جاي من جيناتك، وجزء اتشكل من التربية والمواقف اللي عديت بيها. علشان كده شخصيتك ممكن تتغير وتتطور مع الوقت لو انت عايز، وده بيخلي عندك فرصة دايما تبقى نسخة أفضل من نفسك. ومش بس كده، معرفة شخصيتك ليها فايدة كبيرة في حياتك اليومية. في العلاقات هتعرف تتعامل مع الناس صح وتفهم دوافعهم وسلوكهم. في الشغل هتعرف الوظائف اللي تناسبك أكتر وتشتغل بطريقة تحقق لك نجاح وراحة. وفي تطوير الذات هتعرف نقاط قوتك ونقاط ضعفك وتشتغل على نفسك بشكل واقعي. علم الشخصية مش بس بيقولك أنت مين، لكنه كمان بيقولك إزاي تبقى النسخة الأفضل من نفسك. وده اللي بيخلي حياتك أسهل وأجمل وأكتر وعياً. معرفتك لنفسك مش مجرد كلام نظري. كل كلمة فهمتها عن شخصيتك، كل صفة اكتشفتها، هي خطوة صغيرة نحو نسخة أفضل منك. لما تعرف مين أنت فعلا هتعرف تاخد قراراتك صح، تتعامل مع الناس بسهولة، وتعيش حياتك بوعي وراحة أكتر. إيه النمط اللي حابب نتكلم عليه بشكل أعمق؟ اكتبولي في الكومنتات، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. افتكر دايما، الشخصية مش ثابتة، لكن وعيك بيها هو اللي يحدد مستقبلك. خد اللي اتعلمته دلوقتي وابدأ طبقه، هتندهش من التغيير اللي ممكن يحصل في حياتك.